اللون الغنائي العصري اللي أصبح يعني متسلط في الساحة الفنية، اللي هو ما فيهش معايير في الحقيقة البعض منه، ما فيهش معايير ديال التلحين، ما فيهش معايير ديال القصائد والكتابة اللحنية الشعرية، وكذلك حتى استعمال الإيقاعات اللي كتكون غالبية الأحيان كتعتمد على الرقص وما إلى غير ذلك. فبالتالي الجمهور اليوم الجديد ما كيسمعش من الأعمال القديمة اللي عندها علاقة بالأصالة واللي عندها علاقة بالإرث التاريخي العربي ماشي غير المغربي. فسيدي جلال وعبد ربي وبعض الفنانين الآخرين ارتأوا أنهم يخلصوا الضريبة ديال أنهم واخا ما يكونوش ظاهرين وما يكونش عندهم واحد القبول بزاف في الساحة، بحكم أن إلا غتغني تقطوقة ولا الدور ولا قطعة ديال محمد عبد الوهاب ولا صالح عبد الحي، فغتلقى اللي كيستمعوا لهم قلة، هم يعني نخبويين. فبالتالي احتفظنا بهذا الجمهور اللي هو قلة، ولكن كنحاول ما أمكن أن هذا الشباب الجديد عن طريق فنانين آخرين وعن طريقنا بإذن الله تعالى نكونوا كنوصلوا ذاك الألحان العربية اللي تقدر تحرك دواخلهم ويعرفوا يطرقوا الباب ديال الغناء الأصيل الصعب، وأكد على أنه صعب. إن شاء الله ننال هذا النوع ديال الرسالة السامية التي تساهم في بناء الإنسان وتساهم في نشر الجمال. هو طبعا الفن أذواق، وحتى الموسيقى الصاخبة عندها الناس اللي كيسمعوها، كاين الناس كذلك كيغنيو طربي وموجودين، كاين الناس اللي كيغنيو ألوان أخرى موجودين، ولكن كيديروا ديزيفور. انا ما يمكنش لك انك تمسحها في حوايج اخرين حتى انت مقصر. انا قلت لا طبعا، انا ما قلتش يعني انا ما تكلمت على الاغنيه العصريه، لان صافي هو دابا قال اجزم ان كاع دوك الالوان مزوينين، شو هذا اللون اللي زوين ما كنسمعوش. شوف دائما الفنان اللي كيبغي يعطي كثر خصو يعمل القناعات ديالو، يامن بالقناعات اللي عنده. انا من القناعات اللي عندي هو احياء التراث القديم، يعني كنشوف فيه انه لان كنشوف فيه كاين بزاف الاصوات ما يقدروش يغنيو المدارس الكبرى. علاش ماشي هذاك التأثير ديال الصغور الاستماع لكلثوم وهي صغيره، الاستماع لكلثوم هي بدات كتكبر، الاستماع لمحمد عبد الوهاب يلا تكتشف، الاستماع لزكريا احمد وصلاح الدين كباره ورياض السنباطي والموجي الملحنين الكبار، كيبقى ديك الارتباط ديالك بمصر الام في الغناء العربي. كتقول يعني لا غنيت في الاوبرا وكانني حققت داك الهدف ديال التمدرس بالاستماع حول هذه المدارس. عنكم مريت واحد المكان اللي مروا منه هذوك الرواد للغناء العربي. والهدف الثاني هو يعني الهدف هو أن نبقاو إن شاء الله تعالى محافظين على هذا الغناء، نلقنوا الجيل. أنا كان منيت مدرس ديال مردة الموشحات في المعهد في طنجة، وكان درس قواعد ديال التجويد. فأنا حريص جدا باش نساهم في واحد الجيل جديد اللي يقدر يعرف خبايا الأداء المحكم. هذا دوري دابا إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نوصل به إن شاء الله. تبارك الله عليك. أنا معجبة جدا بالإلقاء ديالك تجمع دوك الافكار عندك وترتيبهم، يعني تقدر من غير هذا الشيء دير بزاف الحوايج. علاقه الرياضه بالفن هما علاقه سبحان الله لابد انها تكون، بحكم انها كتريح النفس وكتساهم باش انني نبداو يوم جديد ونبدا نهار اخر وعاود في البحث عن الاصوات القديمه. لا زلت ابحث عن الاصوات القديمه ليومنا هذا، لا زلت كنبحث على الاشرطه غير موجوده على اليوتيوب، وكنتوصل بعض الاحيان حتى ما نكون سباق للبحث حول حركات جديده، حول ان شاء الله.